هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. عارفين ايه اكتر حاجة بتكون سبب في ان احنا ما نكونش مبسوطين بحياتنا وما نكونش راضيين عليها؟ هي ان احنا ما بنعرفش نفرق بين الحاجات اللي نقدر نتحكم فيها والحاجات اللي احنا ملناش تحكم فيها. في دراسة اتعملت بتقولك ان اي واحد فينا حياته متقسمة لحاجتين: دايرة هو يقدر يتحكم فيها، ودايرة تانية هو ملوش اي تحكم فيها. الدايرة اللي هو يقدر يتحكم فيها دي متقسمة لخمس حاجات. أول حاجة وهي أفكار البني آدم وأفعاله. أنا اللي أقدر أتحكم أنا بفكر إزاي، سواء في حياتي سواء في علاقاتي سواء لطريقة ترجمتي للأمور اللي حواليا، وأنا في نفس الوقت اللي بناء عليها أنا اللي بختار إيه الأفعال اللي أنا هعملها، وبناء عليها نتيجة الأفعال دي أنا اللي هتحملها لوحدي، لان انا اقدر اتحكم فيها. انا اللي كنت اقدر اتعامل بطريقة صح واعمل رد فعل صح، وانا كنت برضو اقدر اتعامل بطريقة غلط واعمل رد فعل غلط، ويؤدي في الاخر لنتيجة ما تعجبنيش او نتيجة تكون سبب في ان انا ما كنتش مبسوط في حياتي. تاني حاجة ودي مهمة جدا، وهي الطاقة بتاعتنا احنا بنوديها فين. الطاقة بتاعتنا دي احنا بنحطها في المكان المناسب، ولا احنا بنرميها عادي ومنبقاش واخدين بالنا احنا بنستخدمها في ايه، وفي الاخر نقول لنفسنا هي طاقتنا استنفذت ليه، هي طاقتنا راحت فين، هو احنا ليه ما بقيناش عندنا طاقة زي الاول. على فكرة الطاقة بس مش بتكون لنفسي، الطاقة كمان بتكون للي حواليا. انا ممكن يكون حواليا ناس مش كويسة او ناس مش هي اللي ينفع تكون في حياتي، وواخدة طاقتي كلها لدرجة ان انا حتى مش قادرة ادي الطاقة دي لناس تانية كويسة، وبالتالي هيترتب عليها ان انا احس ان انا مش مبسوط ومش مرتاح ومش عارف ليه. تالت حاجة ودي مهمة جدا، وهي طريقة كلامي مع نفسي. انا بقول لنفسي ايه؟ طب انا شايفة نفسي ازاي؟ انا فعلا بحب نفسي ولا انا بقول كلام كليشيه كده وخلاص؟ طب هو انا لو انا مش بحب نفسي، هو انا فعلا عملت حاجة عشان ابدأ احبها؟ طب انا عملت حاجة عشان ابدأ اقدرها؟ ويا ترى انا بشجع نفسي وبديها الطاقة اللي هي تستاهلها، ولا انا دايما بحبطها وبشوفها بطريقة مش كويسة وبقول لها ان انا فاشلة وان انا مش هعرف اعمل اي حاجة؟ رابع حاجة ودي مهمة برضو، وهي الحدود. كتير جدا من الناس مش بيعرف يعمل حدود لنفسه ولا اللي حواليه، ويستغرب هو ليه كل حدوده وخصوصيته انتهكت وهو مش فاهم ليه. مش فاهم ليه؟ اعرف ان انت مش حاطط حدود من الاول للعلاقات اللي حواليك. على فكرة مش معنى حدود ان انت تتعامل بطريقة رسمية وما يكونش فيه علاقات قريبة، بالعكس، انت تعمل حدود مع كل الناس، بس حدود عن حدود تفرق. يعني الحدود مش معناها ان انا مش بحبك او ان انا مش عايزاك في حياتي او ان انا ليا جزء كده انا مش عايزك تعرف عنه، لا. الحدود دي يعني انا ببساطة ليا جزء انا مش عايزاك تتخطاه، لان انت لو تخطيته انا هبقى متضايقة ومش هكون مبسوطة، فبالتالي مش هكون مرتاحة معاك. وفي نفس الوقت اللي قدامي نفس الكلام. يعني ما ينفعش اقبل على نفسي ان انا يكون ليا حدود وانا بنتهك اصلا حدود اللي قدامي. فكرة الحدود دي من اكتر الاسباب الخفية اللي احنا ما بنبقاش عارفين ان هي بتضايقنا. يعني انا ممكن اكون علشان بحبك جدا وعلشان انت شخص قريب مني، انت لو انتهكت حدودي انا مش عايزة اترجم ان انا متضايقة منك، فبتطلع في ان انا اصلا مش مبسوطة في حياتي، انا مش مرتاحة في حياتي، عشان انا مش عايزة اترجم ان انا اتضايقت ان الشخص ده انتهك خصوصيتي او انتهك حدودي في حاجة معينة، بس انا رحت ترجمتها على حياتي ان انا مش مبسوطة ومش مرتاحة في حياتي. مع ان انت لو بصيت على السبب الاساسي هتلاقي ان في حدود انتهكت انت من حقك ان هي تكون بتاعتك ومحدش ينتهكها. وده مش معناه ابدا ان انت ما تكونش ليك علاقة قريبة من حد. العلاقات القريبة ملهاش علاقة خالص بان انت يكون ليك حدود معينة في ان انت تكون بتتضايق لو حد تخطاها. خامس حاجة ودي اخر حاجة في الحاجات اللي انت تقدر ان انت تتحكم فيها، وهي طريقة رد فعلي في المواقف اللي بتواجهني الصعبة، طريقة رد فعلي في المشاكل، طريقة رد فعلي في التحديات اللي أنا عمري ما واجهتها في حياتي مهما كانت صعوبتها. يعني هل أنا لما واجهتني مشكلة رحت أنا هربت وضحكت على نفسي وقلت لا خلاص كأن مفيش حاجة حصلت، ولا أنا وقفت وواجهتها؟ طب هو أنا لما حصل تحدي أنا كنت خايفة إن أنا أصلا أدخله،
هل انا فعلا دخلت وتخطيته، ولا انا قلت لا هو انا كده كده اصلا خلاص ما بقتش محتاجة الحاجة دي علشان بس اتجنب فكرة التحدي. طريقة رد فعلك اللي انت بتعملها في المشاكل والازمات والتحديات هي اللي بتحدد شخصيتك. على فكرة انت ممكن تكون تقول ان ده كلام كليشيه، بس صدقني مفيش حاجة بتكون شخصية البني آدم إلا لما بيواجه صعوبات وتحديات. لو انت على طول قاعد في مكانك مش بتواجه أي حاجة خالص، شخصيتك هتفضل زي ما هي، يمكن بالعكس كمان شخصيتك تبقى أوحش من الأول. دايما ركز على قد ما تقدر على طريقة رد فعلك في المشاكل والأزمات والتحديات اللي بتواجهك، وبناء عليها انت هتعرف انت بتقدر تتحكم في نفسك لدرجة قد ايه. تعالوا بقى نتكلم على الحاجات اللي out of my control، اللي انا مش هقدر اتحكم فيها خالص. اول حاجة وهي رأي الناس فيا. انت مهما كنت كويس هتلاقي اللي مش بيحبك واللي بينتقدك، وممكن تلاقي ان انت اصلا شخص بيعمل افعال كتيرة مش كويسة، وتلاقي في واحد او اتنين طلعوا قالوا لا ده هو كويس بس هو مش باين عليه حاجة زي دي. ففكرة اراء الناس فيك دي حاجة انت عمرك ما هتقدر ان هي تتحكم فيها، وللأسف دي بتكون من اكتر الاسباب اللي بتسبب لنا عدم انبساط وعدم رضا في حياتنا، لما بنعرف ان في حد رأيه فينا مش كويس. بالرغم ان انت مش هتقدر تتحكم في الناس كلها، ممكن حد يكون بيشوفني دلوقتي حابب كلامي ومقتنع بكلامي، وحد تاني على النقيض تماما. وده مش معناها ان انا شخص كويس وانت وحش، ولا ان انا شخص وحش وانت كويس. كل واحد وليه رأيه، فبلاش دايما تتأثر برأي الناس فيك، لان ممكن يكون حد بيحبك قوي وحد مش حبك بدون اي سبب. تاني حاجة وهي بكل بساطة الماضي بتاعنا والمستقبل اللي جاي. دايما احنا مش بنكون مبسوطين بسبب اخطاء وتجارب مرينا بيها في الماضي، وللأسف خلاص احنا مش هنعرف نغير الماضي، بس هي بتكون سببت اذى ووجع لينا. طيب هل انت هتعرف ترجع بالزمن لورا؟ لا. طب انت ليه بتفكر فيها؟ ليه موقف اللي انت فيه دلوقتي، اللي انت تقدر تبقى احسن من اللي انت كنت فيه قبل كده، على حاجة انت مش هتقدر تتحكم فيها؟ انا عارفة ان الموضوع مش بالبساطة دي، بس انت لازم تركز في دلوقتي، ولازم تركز على الاخطاء اللي انت كنت عملتها قبل كده علشان ما تقعش فيها تاني. لكن ما تفضلش مركز على الماضي ومتشعلق فيه، وهو كده كده مش هتعرف تغيره، وفي نفس الوقت مش هتعرف برضه تتحكم في المستقبل، لان المستقبل كله عند ربنا. فانت توكل على الله ومتقعدش تفكر في ايه اللي ممكن يحصل بعدين. طب هو انا حياتي هتمشي ازاي؟ سيبها على ربنا، وصدقني ربنا بيكتب لنا كلنا الخير، وتوكل على الله. ثالث حاجة ودي مهمة جدا وهي نتيجة المجهود اللي انا عملته. يعني انا ممكن ابقى عايزة حاجة وبعمل عشانها مجهود جبار، بس انا للأسف ما اخدتهاش. طب ازاي؟ طب ايه اللي حصل؟ طب انا عملت ايه غلط؟ انت ما عملتش اي حاجة غلط، بس هي بكل بساطة مش مكتوبالك. فبلاش ساعتها تقعد تجلد في نفسك وتقول طب اكيد انا عملت حاجة مش صح، طب كان المفروض اعمل حاجة بطريقة تانية. لا، لان ربنا خلاك تعمل المجهود ده لسبب، بس في نفس الوقت هو ما كتبش ليك الحاجة دي عشان برضو سبب. حاجة كمان ودي مهمة جدا وهي افعال الناس اللي حواليا. يعني ببساطة انت ممكن تعمل فعل خير جدا للي قدامك، وتلاقي الفعل اللي هو عملهولك سيء جدا، تلاقي نفسك بتقول يعني انا عملت ليه واحد واتنين وتلاتة كويس وهو يردهالي بالإساءة. طب هو ليه كده؟ لا، ما تسألش ليه كده، لان افعال الناس اللي حوالينا دي فعلا احنا ما نقدرش نتحكم فيها. بس طبعا اي حاجة انت هتعملها هتقعد لك وربنا هيقعدها لك في حياتك وهتترد لك بشكل تاني. فبلاش دايما نتوقع ان اللي احنا هنعمله هنلاقي زيه بالظبط، لان اوقات كتير جدا ممكن تلاقي ان ما حصلش اللي انت متوقعه. ده هيسبب لك تعب واذى نفسي كبير قوي. بس خليك دايما متأكد ان اي حاجة بتعملها هتترد لك، سواء خير فهيترد لك بالخير، سواء شر هتترد لك بالشر. فلو انت شخص دايما بيقدم حاجات كويسة للي حواليه، ولقى ان هي مش بتتردله بالطريقة اللي هو متوقعها، ما يوقفش ويخليه زي ما هو، وما يخليش حد بسبب ان الشخص اللي قدامه ده مقدرش الفعل الكويس والحاجة الكويسة اللي جواه يبطل ان هو يعملها. وكده كده كل حاجة في الدنيا كما تدين تدان. فبلاش دايما ننسى
ايه الحاجات اللي in control اللي في التحكم بتاعنا، وايه الحاجات اللي out of control اللي احنا ما نقدرش نتحكم فيها، علشان نكون اهدى وارحم على نفسنا شوية. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.